المتحف القبطي. المتحف القبطي علامة بارزة في تاريخ الفن المصري، يؤكد خلود الفن المصري يتوارثه جيل بعد جيل. ويعد المتحف القبطي واحد من أكبر المتاحف القبطية في العالم. أنشئ المتحف القبطي بمنطقة حصن بابليون بمصر القديمة، وقد اختيرت هذه البقعة نظراً لأن منطقة مصر القديمة لها مكانة كبيرة، حيث يوجد بها العديد من المزارات القبطية الهامة. يوجد بها جزء من مسار العائلة المقدسة. مصر القديمة، الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة والكنائس اللي موجودة فيها. منطقة مصر القديمة هي فعلا مصر القديمة، هي مصر، هي الفسطاط. المنطقة اللي احنا موجودين فيها يطلق عليها أيضا منطقة السبع كنائس. المنطقة دي فعلا من أجمل المناطق اللي موجودة في مصر، ولها أهمية كبيرة جدا في السياحة العالمية، وليها أهمية كبيرة جدا لمسيحي مصر ومسيحي العالم أجمع، وكمان المسلمين، لأن احنا عارفين إن هي موجود فيها كمان مسجد عمرو بن العاص. ومن الجميل إن عمرو بن العاص لما فتح مصر ودخل اختار المنطقة دي علشان تبقى هي دي عاصمة مصر، وهي دي عاصمة مصر الفسطاط، وكانت الفسطاط إحدى عواصم مصر وأهم عواصم مصر كمان. اختار الجيرة واختار الجيرة الجميلة. احنا عارفين ان المسيحيين او اقباط مصر والمسلمين في مصر ما بينهم حياة وعشرة عمرها ما هتنتهي، وهي عشان كده مصر جميلة. ومنطقة مصر القديمة من كتر ما هي كانت منطقة حية وحيوية تعرضت لكثير وعاشت احداث كتير سياسية، منها الاحداث اللي اثرت عليها زي حريق الفسطاط. معظم الاثار اللي موجودة هنا طبعا ما بترجعش لعصر بنائها، وده للاحداث التاريخية اللي عصرتها مصر في الفترة دي، او منطقة مصر القديمة او العاصمة الفسطاط. علشان خاطر كده احنا هنلاقي ان معظم الاثار اللي موجوده او الابنيه الاثريه والتاريخيه اللي موجوده ما بترجعش لعصر بنائها مثلا في القرن الثالث رابع ميلادي، وانما بترجع بعد كده ممكن كمان تبتدي من القرن ال18، علشان خاطر التجديدات. وزي ما قلنا ان المنطقه الحيه او العيش المستمر فيها الحياه دايما بتتعرض لتغييرات، غير الاماكن اللي بيتم هجرانها فبتفضل زي ما هي، اثر زي ما هي. فعشان كده يجي من هنا التجديد المستمر لهذه المنطقه. وبرضو المنطقة دي زي ما قلنا ان ليها أهمية في نفوس مش المصريين بس وإنما العالم أجمع. يقع المتحف القبطي داخل أسوار حصن بابليون الشهير، الذي يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية في مصر. وقد بني هذا الحصن للحماية العسكرية الرومانية، ليكون خط الدفاع الأول لبوابة مصر الشرقية. تبلغ مساحة المتحف الكلية شاملة الحديقة والحصن حوالي 8000 متر. أسس المتحف القبطي مرقس ميكا باشا عام 1910. حيث كان يسعى إلى دراسة تاريخ المسيحية في مصر، ليصبح حالياً صرحاً عظيماً يضم بين جنباته صفحات من تاريخ مصر الهامة. تعد العمارة المسيحية والإسلامية في مصر هي منظومة تواصل حضاري وتأثير وتأثر وتشابك والتحام في نسيج واحد.
ولذلك اختار مؤسس المتحف القبطي مرقس ميكا باشا واجهة جامع الأقمر الفاطمي بشارع المعز لتكون واجهة المتحف القبطي، حيث تم تأسيسه ليؤكد قيم التلاحم والتعانق والتسامح بين الأديان في مصر، حيث تعد هذه الواجهة هي نموذج طبق الأصل من واجهة جامع الأقمر. وقد أضاف إليها الفنان التشكيلي الكبير راغب عياد الرموز المسيحية، وتأسس عام 1908. المتحف القبطي من أهم وأكبر وأضخم المتاحف القبطية على مستوى العالم. المتحف افتتح لأول مرة سنة 1910 بمجهودات من مرقس ميكا باشا، هو اللي ابتدى يجمع كل الآثار القبطية والمسيحية اللي موجودة في مصر، سواء كانت من الدور أو من الأماكن أو من الكنائس اللي بتهدم وبيتم إعادة بنايتها أو تجديدها، فكان بيجمع كل الحاجات دي وتم وضعها في المتحف القبطي. والمتحف القبطي من أهم المتاحف القبطية على مستوى العالم، وفيه العديد من القطع الأثرية المهمة جدا، منها ما يعكس حياة الأقباط في مصر في عهد الدولة الرومانية، وهي بترجع للقرن الرابع الميلادي. طبعا احنا عارفين انه بيحتوي على العديد من المخطوطات النادرة، الأناجيل والقطع النسيج والأخشاب المطعمة بالعكنة. طبعا واجهة المتحف القبطي بتتميز بالمعمار المبهر، اختارها الفنان راغب عياد، ويقال انها تأثرا من واجهة مسجد الأقمر. وطبعا الفنان راغب عياد شال من الحنية بتاعة قبة المحراب اللي موجودة في مسجد الأقمر كلمة الله أكبر، واستعاد عنها هنا بصليب علشان خاطر تبقى مناسبة للمعمار القبطي أو المعمار المسيحي في مصر. فأتت هذه الواجهة علشان تكون مزج ما بين الواجهات الإسلامية والقبطية في مصر. وهنلاقي كمان في المدخل تمثال نصفي لمرقس ميكا، وده طبعا احنا عارفين ان هو مؤسس او من حمل على كتفه عاتق ان هو يجمع الاثار القبطيه علشان يعمل منها المتحف الجميل ده. وافتتح المتحف القبطي رسمياً عام 1910 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. هذا وقد أنشئت المباني الأولى لهذا المتحف على جزء من الأرض التابعة للأوقاف الكنيسة القبطية، قدمها البابا كرولوس الخامس البطريرك 112، وقد سمح أيضاً بنقل جميع التحف والأدوات القبطية الأثرية كالمشربيات والأسقف والأعمدة الرخامية والنوافذ واللوحات والحشوات الخشبية المنقوشة والأبواب المطعمة وقطع القشاني التي كانت في منازل الأقباط القديمة كنواة أولى لهذا المتحف. ظل المتحف القبطي تابعاً للبطريركية حتى العام 1931، حين قررت الحكومة ضمه إلى وزارة الثقافة، لأنه يمثل حقبة مهمة من سلسلة حقبات الفن والتاريخ المصري القديم. ويبلغ عدد المقتنيات بالمتحف القبطي حوالي 16,000 مقتنى، وقد رتبت مقتنيات المتحف تبعاً لنوعيتها إلى 12 قسماً، عرضت عرضاً علمياً روعي فيه الترتيب الزمني قدر الإمكان.
المتحف يتسم بطابع الفن القبطي المزدوج بالتقاليد المصرية القديمة والبيزنطية والإسلامية، ويجمع المتحف منذ إنشائه عام 1908 بين المادة الأثرية اللازمة والوثائق التي تساعد في دراسة تاريخ مصر منذ بدايات ظهور المسيحية وحتى الآن، وكشف الستار عن تاريخ هذا العصر في وادي النيل. وهنا تنتهي حكاية المتحف القبطي، فإلى حكاية جديدة من مصر حكاية.